الحفاظ على الصورة الطيبة دي قدام الأهل بيدي راحة بال كبيرة، وبيخلي العيلة كلها سند حقيقي ومستمر كده في ظهر العروسين طول رحلتهم. والتقدير المتبادل للأهالي بيقفل الباب كده قدام أي مشاكل جانبية ممكن تأثر على استقرار البيت وسلامه النفسي والعائلي اليومي بكل سهولة. رابع حاجة، فن إدارة الخلافات اليومية والتنازل المؤقت. ودي بقى مهمة جدا. ليه؟ إن دي بتبين أصل الشخص وتربيته الحقيقية في وقت الغضب، وقت الزعل الشديد بين الزوجين. التربية بتعلمنا إن الكبير هو اللي بيعدي، وإن التنازل مش ضعف، لا، التنازل ده ممكن قمة القوة والوعي بأصول العشرة والحياة الزوجية المستقرة والمرنة جدا. الزوجين لازم يختاروا معاركهم بحكمة وعقلانية كده، ويتغاضوا عن الهفوات الصغيرة والصغائر اللي هي ممكن تعكر الصفو من غير داعي خالص، ولا تستاهل خناق كبير. لأن الحياة الزوجية مش امتحان مدرسي، دي رحلة طويلة وممتعة، ومحتاجة تسامح ومرونة وحب حقيقي نابع من قلوب متربية على الأصول والأصول الثابتة